البقاء لله في كل شهدائنا في بلدنا في كل مكان في مصر، وتحديدا في محافظة بورسعيد، لأن محافظة بورسعيد كان فيها نسبة كبيرة جدا في يوم واحد ويمكن كملتها تاني يوم وتالت يوم. حقيقي كان صعب جدا اللي احنا بنحس بيه. والغرابة ان المشكلة ان كان اللي بيموت الناس اللي ملهاش ذنب في أي حاجة، اللي ما يشرح مكان، اللي معدي من منطقة، اللي واقف بيتفرج، كل دول حصل. يعني ربنا يرحم الجميع ويرحمهم، يصبر أهاليهم، يصبر أهالينا يا رب دايما. نرجع تاني ومعانا ضيفنا الاستاذ سامح المصري، وهو طبعا ناشط سياسي ومن التيار الشعبي، وهو ايضا شاعر. استاذ سامح، يعني انت ليك موقع على الفيسبوك، وكنت بتقولي انت من ضمن حاجه عندكم في الشرقيه معروفه جدا، صفحه معروفه، وانت من الناس اللي كنت مثلا تابعت البلاك بلوك، يمكن كتير جدا كنا بنسمع عنهم كتير جدا. قول لي يعني، وطبعا هم دلوقتي تم احضارهم وليهم دلوقتي مواضيع جامده دلوقتي، وان لو حصل اي حاجه، لانه من الواضح ان هم بيقولوا ان هم بيخربوا كده. انت بعد او على الفيسبوك او حصل، هل تشابهت او عرفت مثلا مجموعه من على بعد او على الفيسبوك او حصل، هل الناس دي ايه طبيعتها؟ احنا طبعا ما ظهرتش عندنا في بورسعيد خالص، احنا ما شفناهاش يعني، لكن من الواضح انها كانت موجوده في السويس وايضا في اسماعيليه وفي الشرقيه. ايه فكرهم؟ ايه بيفكروا في ايه، او ايه موضوعهم يعني؟ هو بالفعل من نتيجة طبيعة عملي كمدير مراسلين في موقع الشرقية توداي، ده طبعا موقع مرئي لدى النشطاء أو لدى عدد كبير جدا من محافظة الشرقية. في يوم 25 يناير طبعا زي ما ذكرت لحضرتك في البداية، المساير طلعت بشكل سلمي. بعد 3 ساعات من تحرك المساير ظهرت بالفعل مجموعة البلاك بلوك، لكن مش كانوا معانا في المساير. يعني احنا مرينا من منطقه، في المسيرات اللي انتم ماشيين بيها ولا حاجه؟ لا ما كانوش موجودين معانا. يعني احنا مرينا مثلا في منطقه عندنا اسمها القوميه، مرينا من ميدان القوميه، لقينا مجموعه منهم موجوده. المسيره طبعا كملت وهم وقفوا في ميدان القوميه، فطلبت ان انا اسجل معاهم. قالوا طبعا ان ممنوع ان احنا نصرح باي تصريح، ممنوع حد يصورنا. طبعا المسيره كملت خط السير بتاعها، كانت المفروض ان هي تستقر عند ديوان عام المحافظه، حيث المسيرتين يتلاقوا مع بعض عند المحافظه. بالفعل المسيرتين اتلاقوا عند المحافظه، وبعد كده في قرار اتخذ. طبعا الجانب التنظيمي خرج عن نطاقه المعهود بين الناس المنظمين. كان المفروض ان استقرار المسائل تكون موجوده عند المحافظه فقط، مفيش توجه لمنزل الرئيس او اي مكان اخر. ففوجئنا ان المسائل بتتوجه لمنزل الرئيس. رحنا عند منزل الرئيس، الناس وقفت، طبعا في حواجز امنيه، ما حدش قدر ان هو يوصل هناك، يعني على بعد ما يقارب من 300 متر ما يقارب ذلك. ما يقارب ربع ساعة بالظبط، ولقينا مجموعة من بلاك بلوك بتتقدم المسائر، كان عازل بين الأمن وبين المسائر، وأشعلوا النيران في إطارات السيارات. فحاولت إن أنا أسجل مع حد منهم، طبعا في كذا واحد رفض، لكن في واحد منهم وافق إن هو يسجل معايا. سألته عن سبب اللي هم عملوه دلوقتي. قالوا ده طبعا ده أقل تعبير عن اللي جوانا. سألته طب هل هيتم تصعيد بعد حرق الإطارات؟ هل هتعتدوا على الأمن؟ هل هتعتدوا على المنشآت اللي موجودة؟ هل هتحاولوا توصلوا لمنزل الرئيس؟ كان واضح معايا وكان صريح معايا، وقال لي لا، هو ده حد تعبيرنا فقط، احنا أشعلنا الإطارات من شيء موجود جوانا، لكن احنا لا نهتدي لكن ما بيخربوش، ما بيعملوش. المقطع الفيديو واضح، يعني لو ممكن الناس تتابعه، موجود على اليوتيوب. قال ان انا لا هعتدي عن الامن ده اخويا، لا هعتدي على منشأة حكومية، هدفنا مش هدف تخريبي، احنا موجودين للتعبير عن آرائنا، ليس